حلوه يا دكتور. طب المره الجايه نعمل انبادي، وخدتني على قد عالم ونشوف اخرتها بقى ايه. هنيجي المره الجايه نعمل انبادي ونشوف ثبات الوزن ده سببه ايه، واحنا معاكي للاخر يا ست الكل. كانت بقى بره على اليافطه والله تغيير سلوك ونمط حياه. انا بيجي لي ناس بتتخبط في اليافطه كده مش عارفاني اصلا على السوشيال ميديا ولا حاجه، برجع لها الكشف لو لقيت الموضوع مش نافع وهي ما فيش قصه تغيير سلوك دي. طول ما عندنا إرادة مفيش حاجة هتوقفنا في بداية جديدة مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه النهارده بقى هنتعلم منها حاجه مهمه جدا يا عيال. طبعا سيده طيبه جميله خالص بدات تيجي تتابع معايا، بدات ان هي تنزل في الوزن عادي جدا في الاول ويبقى في نزول حلو وهي تبقى ساتيسفاي. جت من بعديها مثلا ايه باسبوعين شهر تقول يا دكتور هو انا كده مش نزولي بطيء؟ قلت لها بصي يا ست الكل، طبعا انا ببقى مفهماها في اول سيشن او تاني سيشن اصلا المفروض احنا بننزل قد ايه ومعدل نزول الوزن بتاعنا قد ايه عشان تبدا تقيم نفسها صح وتبقى فاهمه احنا بنقيم نفسنا بناء عن ايه. فالمعدل الطبيعي ان احنا انزل في الاسبوع من نص كيلو لكيلو، فهي بتغيب عني اسبوعين المفروض تنزل من كيلو ل 2 كيلو. حلو قوي، مع العلم ان انا ما بقطعش نشويات، يعني متابع معايا عارف الكلام ده. مفيش حاجه اسمها ان انا امنع نشويات او امنع مكرونه او امنع رز او امنع الكلام ده، لا خالص مفيش الكلام ده. انا بغير من لايف ستايل، بغير من عادات البني ادم، لان انا بين قوسين تشينج بيهيفير يعني تغيير سلوك. انا كاتباها بره على اليافطه والله تغيير سلوك ونمط حياه. انا بيجي لي ناس بتتخبط في اليافطه كده مش عارفاني اصلا على السوشيال ميديا ولا حاجه، برجع لها الكشف لو لقيت الموضوع مش نافع وهي ما فيش قصه تغيير سلوك دي. فالمهم ايه، جت في النص كده حصل ثبات وزن حلو كده. انا طبعا ما بعملش الانبادي غير مره كل شهر، فثبات الوزن ده بالنسبه لها ان هي لما تيجي تقف على الانبادي الميزان بتاعها يبقى ثابت ما نزلتش حاجه. فالمهم طبعا ببص على المقاسات بتاعتها، لقيت المقاسات بتاعتها نازله. فهنا طبعا انا ببقى مفهماها ان المقياس الحقيقي الانبادي والمقاسات، لان الميزان ده رقم يعني هيقول لك بيقول وزن ايه ده، عباره عن عضلات ولا دهون ولا ميه ولا ايه قصتك، ما بيقولش حاجه. فالانديكيتور بتاعنا مين؟ الانبادي والمقاسات. فحلو يا دكتور. طب المره الجايه نعمل انبادي، وخدتني على قد عالم ونشوف اخرتها بقى ايه. هنيجي المره الجايه نعمل انبادي ونشوف ثبات الوزن ده سببه ايه، واحنا معاكي للاخر يا ست الكل. جت السيشن اللي بعديها جيت اعمل لها الانبادي، ابص على الانبادي الاقي ايه بقى؟ الاقي ان هي نازله طالعه نازله دهون وطالعه عضل، طالعه عضل ونازله دهون. فقمت انا بقى بصيت قلت لها شفتي يا ست الكل، الانبادي لو حد بيضحك عليكي ويقول لك كل ما تروحي له كل اسبوع يعمل لك انبادي، هو كده بيشتغلك مبدئيا عشان ياخد فلوس وخلاص. الانبادي عشان نعمله كل شهر بيبقى حلو جدا، بيبقى فيه تغيرات حصلت نبدا ان احنا نشوفها. فانا لما اجي اقيم على ثبات الوزن، ثبات الوزن ما بقيمش خالص بالميزان، اقيم بشكل جسمي. يعني المفروض باخد صوره كده قبل ما اعمل نظام غذائي قبل وبعد، اشوف شكل جسمي عامل ايه، الشيب نفسه عامل ايه، مقاساتي عامله ايه، الحاجه مثلا ما كنتش بلبسها بقيت بلبسها، حاجه كانت ضيقه عليا وسعت عليا، المازوره. المقاسات مهمه جدا. والانبادي لان هو بيقول لك العضلات والدهون، حتى الدهون اللي جوه على الاحشاء، اللي هو انت اصلا ممكن بتنزل دهون من جوه بس مش باين عليك، يعني مش حاسسها في ميزان، تقول لي ده في ثبات وانت اصلا بتنزل دهون، ولكن الدهون اللي هي على الاحشاء. زي ما في الاول مثلا ناس تنزل ميه تبقى فرحانه ومبسوطه جدا وهي دي ميه حضرتك، فاهم ازاي؟ او تكون مخزنه ميه فالميزان بتاعها يبقى عالي. يعني هي اسباب كتيره جدا وعوامل كتيره جدا. فانا عايزه اقول ايه، عايزه اقول ان انتوا لما تحكموا على نفسكم يا جماعه انسوا خالص قصه الميزان خالص. صحتكم عامله ايه، طاقتكم عامله ايه، مقاساتكم عامله ايه، فاهمين كلامي ازاي؟ الميزان ده اخر حاجه خالص تبصوه، بصوا على المقاسات بتاعتكم وشوفوا صحتكم، ده اهم بكتير جدا والله. وصلت؟